النهارده الفيفا عمل قرعة الملحق العالمي والملحق الأوروبي المؤهل لمونديال 2026. طبعا الطريق بشكل نسبي يعني بيقرب في بطولة كأس العالم بالنسبة لمنتخب تركيا وبالنسبة لمنتخب إيطاليا، وطبعا هيبقى في صدام قوي جدا بين منتخب التشيك ومنتخب الدنمارك. لكن طبعا بعيدا عن الملحق الأوروبي نبص على الملحق العالمي، هنلاقي ان منتخب العراق هتكون في انتظاره مباراة قوية جدا قصاد الكسبان من بوليفيا وسورينام. في المقابل برضو منتخب كونغو الديمقراطية هيقابل الكسبان من مواجهة جامايكا ونيو كاليدونيا. لكن هنا الكلام هيكون عن منتخب العراق. طبعا لاحظت شوية ان في بعض قلقان، والبعض من جمهور العراق بيقول ان خلاص العراق فرصته في التأهل لكأس العالم بقت صعبة جدا. عايز اقول وانوه على نقطة مهمة جدا بخصوص النقطة دي، وبخصوص برضو التشاؤم اللي عند بعض العراقيين. عايز اقول ان التشاؤم ده في غير محله على الاطلاق. اقلق على منتخب العراق لو واجه منتخب جامايكا مش منتخب بوليفيا. ليه انا بقول الكلام ده؟ منتخب بوليفيا منتخب قوي اي نعم، ومنتخب يعني بيبان في بعض الاوقات، ودي كانت اوقات يعني من فترة بعيدة، ان هو حصان اسود للكرة اللاتينية. لكن لما نيجي نبص على منتخب بوليفيا في اخر 15 مباراة رسمية، هنلاقيه ان هو فاز في 6 مباريات. ال6 مباريات دول كانوا على ارضه مش بره ارضه، مباراة واحدة بس هي اللي كانت في الخارج. لما نيجي نبص على منتخب بوليفيا، لان بوليفيا من ضمن الدول اللي فيها مرتفعات شاهقة جدا، وطبعا دي بتأثر على يعني القوة البدنية عند لعيبة بوليفيا. وهنلاحظ ان بتوع بوليفيا واثيوبيا الاتنين قريبين من بعض على الرغم من الاختلاف يعني النسبي في درجة الحرارة. لكن اللي انا عايز اقوله ان لعيبة بوليفيا عندها مشكلة خطيرة جدا، الا وهي البطء البدني. دي نقطة مهمة جدا منتخب العراق يقدر يلعب عليها، ومنتخب العراق يقدر يستغلها لصالحه جدا. عشان كده عايز اقول نقطة مهمة: مواجهة بوليفيا مواجهة في المتناول، وإن شاء الله أسد الرافدين يقدر يعملها. لكن هتبقى مفاجأة جميلة جدا بالنسبة لي بعيدا عن منتخب العراق لو منتخب تركيا اتأهل لكأس العالم ويرجع لنا ذكريات مونديال كوريا واليابان 2002.